السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلامة وبخير. الفيديو بتاعي النهاردة أنا عاملة العدس كل البيوت المصرية بيحبوه، بيعملوه في الشتاء وفي الصيف كمان بيشربوه شوربة. بصوا، أنا أول حاجة أنا جبت العدس وغسلته، جبت جزر وقشرته وقطعته زي ما باين قدام حضراتكم، وجبت بطاطسايه واحده بس انا بحطها، بحط بصلايه وبحط كم فص توم، يعني مش كتير. بس الجزر بحط واحده كبيره علشان يديله لون ويبقى ليه طعم جميل. الجزر انتوا عارفين بيخلي كل حاجه مسكره وطعمها حلو. طبعا العدس ده بتاع الشتاء. كل سنه وانتوا طيبين مره تانية. انا بقشر البصل كويس وبقشر الجزر وكله بقشره وبغسله كويس مع العدس. احنا بنغسل الخضار كويس مع العدس، بس اهم حاجه اللي ما نكترش منها خالص هي البطاطس. بطاطسايه واحده صغيره عشان البطاطس هتقله قوي. انما البصل عادي، اللي عايز يحط بصلتين عادي مفيش مشكله. التوم برضو عادي نكتر، الجزر برضو عادي. البطاطس بالذات اللي بتخليه يتقل ويبقى تخين قوي كده وفيه نشا كتير، فدي مش بتبقى حاجه حلوه في العدس. لان في ناس بتحب تاكله شوربه وفي ناس بتحب تاكله بالعيش المحمص زي انا مثلا. فعلشان كده بقى المهم نغسله كويس زي ما باين قدام حضراتكم، يتغسل كويس جدا جدا الخضار مع العدس يعني، ونفضل نغير المية مرة واتنين وتلاتة وعشرة كمان. اهم حاجة الخضار يتغسل كويس علشان هو بيتضرب في الخلاط بعد كده. يعني انا مش برجع اغسله تاني، لا، هو بيتضرب في الخلاط، ودي بتبقى غسيل الخضار هو اهم حاجة علشان خلاص احنا بناكله بعد كده. بعد ما بنغسل الخضار بنحطه على النار، نولع عليه ونسيبه تقريبا مدة انا بسيبه نص ساعة، عشان انا مش بعلي النار عليه علشان هو لو النار عليت عليه بيلزق. فانا بخلي النار وسط وبقلبه كل شوية. بحط طبعا كمون، شوية فلفل اسمر صغيرة قوي، الكمون كتير. خلاص. بحط كزبرة ناشفة، دي احلى حاجة وبتخلي ليه طعم جميل قوي قوي قوي. دي البهارات اللي بتبقى في الاول، وشوية ملح وبابريكا. اوكي. دي اللي بتبقى في الاول. بس بعد كده بعد ما بيغلي وبنضربه في الخلاط بيبقى ليه بهارات تانية برضو بنحطها. احنا بنحط على النار وبنديله بهاراته، وبعدين بنغطيه وبنسيبه نص ساعة زي ما قلت، يبقى النار وسط، وكل شوية ندخل نقلبه. خلاص. كنت عايزة اقول حاجة، في بنوتة سألتني على الفيديو الاولاني بتاع المحشي ان هي بتبقى ضعيفة شوية في لفة المحشي. والله والمحشي سهل وجميل وعايز تدريب يا حبيبتي. انا هنا برضو منزلة على القناة فيديو انا بعمل ورق العنب، والله بمنتهى البساطة والسهولة. وكمان هعمل لك محشي تاني واوريكي طريقة اللفة ازاي، هلفلك بالراحة سنة سنة لحد ما تتعلمي. يبقى بنوتة امورة اكيد زي بنتي. اوكي. دلوقتي احنا بنضرب العدس في الخلاط. طبعا في ناس هتقول يا ستي دي عامله العدس مهم وعاملاه افتكاسه. والله العظيم هو بيبقى ليه طعم، يعني اللي بيديله تظبيطه بيبقى ليه طعم حلو، في ناس بتعمله بيبقى مش حلو. والله انا بعمله بيبقى حلو. فخدوا تكاتي واسمعوا كلامي هيبقى جميل. دلوقتي انا بضربه في الخلاط، بضربه كويس قوي. ولو لاحظتوا لون الجزر مخليه لون العدس جميل، يعني والله انا ولا حاطه اي حاجه تديله اللون الاصفر ده خالص، ولا كاري ولا اي حاجه، ده كله من الجزر. الجزر اهم حاجه، اهم تكايه. زودوا الجزر هيديكوا احلى حاجه، طعم مسكر ولون جميل. وبألف هنا وشفا، والعدس جميل وبالهنا والشفا. اهم حاجه نغسل الخلاط كويس بعد كده، نغسل المواعين طول ما احنا واقفين عشان ما نلاقيش ورانا حاجات كتير ومواعين كتيره بعد ما نخلص الاكل. خلاص. واهم حاجة اهم من الشغل ضبط الشغل، شوية البصل الاخضر اللي بيبقوا مع العدس والمخلل والحاجات الحلوة دي والعيش المحمص. والله العظيم اكلة جميلة وبتفتح النفس. وكمان ما هي حلوة، هي برضو مكلفة يعني. جميلة، هتكلفي الحاجة هتلاقيها، وفي المعقول هتلاقيها جميلة. انا طبعا بقشر البصل برضو كويس، البصل الاخضر، وبغسله كويس، بغسله كويس بالخل. بنقعه شويه في خل كده وبنضفها عشان ناكل الحاجه واحنا واثقين في نظافتها وانها ما تاذيناش. ان الحاجه احنا بناكلها عشان تدينا صحه، يبقى نغسلها كويس ونظبطها كويس عشان تدينا صحه وما نتعبش. بألف هنا وشفا مره تانية. اهو انا بغسل اهو البصل قدامكم كويس، وبعدين نقعته شويه. عاوزة اقول لكم على حاجة تانية، مش معنى ان احنا واقفين نغسل بصل لا احنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، نستغفر.
صلاة على الرسول حلوة حلوة والله جميلة. طول ما انتوا واقفين صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، كل اللي انتوا عايزينه ربنا سبحانه وتعالى هيحققه لكم. خلاص دلوقتي انا خلاص ضربت البصل في العدس في الخلاط. بعدين حطيت حتة زبدة. انا بحب اعمله بالشعرية. انا مش بحب احط عليه بقى بصل من فوق، ولا في ناس كل شيخ وليه طريقة. بس دي الطريقة بتاعتي والله ليها طعم جميل ولذيذة وحلوة قوي. انا بحمر الشعريه كويس في حته زبده بشويه زيت، علشان الزبده طبعا انتوا عارفين من غير الزيت هتتحرق. خلاص انا اهو حمرت الشعريه كويس، وبعدين هحط عليها العدس بقى. بصوا ما بتاخدش 5 دقايق او اقل من 5 دقايق. انا بقف افضل اقلب الشعريه بتستوي على طول، علشان طبعا هي سخنه والعدس يعتبر ان هو برضو مش بارد، يعني في النص كده. وبعدين بحط مكعب مرقه، وبحط البهارات العادية الكمون برضو تاني، وشوية بابريكا وبس على كده وملح، واظبطه بألف هنا وشفا. ودي اكلتي اهي، طبق العدس الجميل. وحمرت بطاطس جنبه ومخلل اهو قدامكم، والبصل الاخضر. طبعا العيش المحمص انا حمصته في الاير فراير، ما حطيتوش في الفرن بزبده ولا اي حاجه، انا حطيته في الاير فراير وشويه زيت صغنطاطين قوي قوي قوي. بصوا جميل، يعني انا حتى مش مستنيه التصوير وباكل واحنا بنصور. والله طعمه جميل. وبألف هنا وشفا. لو تعملوا زي ما انا عملت كده هيطلع احلى طبق عدس، ومحدش يقول ما بحبش العدس، ده جميل. دي اكلة الشتاء الرئيسية والاساسية. وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.